المرسلين. واضح يا أخواننا؟ أما الفرق التي تتخذ لها حزبا وشيخا وخطة وتفارق المسلمين وجماعة المسلمين لا طاعة لها، أن وقد فرقت جماعة المسلمين وفرقت دينهم، لا طاعة لهم. قال لنا نبي الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون المشايخ وقبل أن تكون الفرق، قال سيكون من بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني في أمور مما تعرفون وفي أمور تنكرون. فقلنا له وقال أصحاب النبي أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما أقاموا الصلاة. طبعا الشيوخ لا يعجبهم هذا القيد، يريدون دم المسلمين. فقال النبي عن الفرق وعن الأحزاب وعن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لا نطلق يا شيخ ايدوا بإيدك وبدنا نطلع القصر الجمهوري لبشار حتى أصلوا كم سأقتل من المسلمين وكم سيقتلني من المسلمين عشان أقتل بشار. بالآخر قتلت بشار. ثم رأيته يصلي وأنا بسألك أجيبك. رأيته يصلي اسمع أخوانا اسمع. قال عليه الصلاة والسلام اسمع أخوانا العلوية اسمع أخي العلوية اسمع العلوية النصيرية الشيعة النصارى اسمع النصارى الهندوس المسلم السني إذا خالف نبي الله فهو في النار. فالنصيري ليس كافرا لأنه احنا سميناه نصيري. اليوم في مسلمين ابن سنة كفر وخرج من الملة. فأهل السنة عموما مسلمون. النصيرية والعلوية يتكلم عنهم الناس بما أخرجهم من الدين. أنا عن نفسي والله سمعت مشايخ بيقولوا أنني أنا كافر، فإذا قال هؤلاء إن النصيريين كافرين لا سأصدقكم وقد أخطأتم في أنا سأبتلي النصيرية بيدي. فإذا تبين لي قضيت، حتى إذا سألني الله هذول كفروا ولا لا قلت ببينة، لا أقول حتى يرضى فلان ويرضى فلان من الشباب، لا يعني كان حالق مالط مخالف النبي جاي يسألني في دين فلان ولا دين فلان، أنا هذا لا يعنيني. قال عليه الصلاة والسلام هذا حديث حجة، قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تغفر الله في ذمته. قد يكون كافرا حسابه عند ربه. العهد الذي بيننا وبين الكافرين الصلاة. إذا قام بشار فصرح بالكفر وعداء النبي فهو كافر. إذا قام يوسف القرضاوي وقال بمقالة بشار فهو كافر. إذا قام باب الفاتيكان أجلكم الله وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد أسلم. فنعرف الرجل بما قال وعمل وليس بما يقول الناس. بلان النبي قال من صلى صلاتنا قال لا تقتلوا بعضكم بعضا. أما بشار ذاهب لا محالة حيث قدم لنفسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما الله أخذ الميثاق على من علم السنن أن يعلم السنن. قال النبي في الحج لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اللي بيقاتل اليوم في سوريا المجلس الوطني العلماني، واللي بينصره زيه واللي ساكت عنه زيه. الجيش الحر قال المجلس الوطني يمثله. نهى النبي أن نقاتل. اليوم اللي بيقول لك بنقاتل مع ذو الكفار، طب ما هي الكفار؟ هي أمريكا وهي الصليبيين، هي أفغانستان، هي الدولة العبرية. أين المجاهدين وكتيبة الفاروق؟ في ليبيا قالوا لنا انهم سينتهوا يجوا على هون، اين هم؟ رجعت القبائل تقتل بعضها بعضا. على كل كبروا الله اخوانا. اسمعوا اخوانا اسمع اخوانا. في ناس بيقول لك انه هذا دخل سجن
سجن بشار وتعذب فيه. اسمع دخل سجن بشار وتعذب فيه. الأمويين دخلوا في سجن العباسيين وانمحوا فيه. هذه دخل سجن وطلع سجن، هذه مسألة أخرى. أيوة صحيح. لا إله إلا الله تحب تنصح معه؟ لا إله إلا الله. على لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله. ولا على الكرسي؟ على لا إله. طيب استنى معلش. قال لي الإخوان المسلمين قتلهم حافظ في سوريا على لا إله إلا الله. طب ليش ما قتل سائر المسلمين على لا إله إلا الله؟ لأن كلمة لا إله إلا الله تدخل. يا أخي أنت كنت على لا إله إلا الله. يا أخي كنت لا إله إلا الله لا إله إلا الله. في فرق أقول إنه أنا أؤمن بها وأعمل بها، أو إن أنا أريد الكرسي اللي تحتك. العباسيين زي ما قال محمد مرسي في مصر بطبق الشريعة. أيوة إن شاء الله على الطريق. اسمع إن شاء الله على الطريق. طب ليش ما تركتم أمراءكم برضه على الطريق؟ نعم. ما سمعش السؤال. اسمعوني. هذه المساجد اسمعوني يا اخوان. اهدى يا اخوان. اخذوا عليكم عهدا. اسمعوني يا اخوانا. اخذوا عليكم عهدا يا اخوان. اخذوا عليكم عهدا انفع لي ولكم. اسمعوا. من معنا على طاعة الله ورسوله في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا. من معنا أن يكون دينه ما أمر الله ورسوله. من معنا أن لا يخالف الله في صغيرة ولا كبيرة. من معنا أن ينيب إلى الله فيجعل الله دينه مرضاة الله. اللهم إني ومن سمع على هذا فأعنا وتوفنا على هذا، وانصر المسلمين الذين أرضوك حيثما كانوا. السلام عليكم.